تقليم الأظفار السنة فيه أن يكون إما يوم الاثنين أو الخميس أو الجمعة اتباعا له صلى الله عليه وسلم. أما ما عداها من الأيام كالسبت والأحد والثلاثة والأربعة فلا ينبغي أن تقلم فيها الأظفار. وهناك آثار ضعيفة أن تقليمها في هذه الأيام يسبب بعض الأمراض. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إن من قلم أظفاره يوم الأربعاء فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. سمع بهذا الحديث بعض العلماء قال هذا حديث ضعيف، أنا ما بقلم أظفاري إلا يوم الأربعاء، عناد. فلما قلم أظفاره يوم الأربعاء أصيب حالا بالبرص، وكان رجلا صالحا، ولكن الهوى أحيانا قد يتغلب على بعض الصالحين. فنام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبت بالبرص. قال أو ما بلغك عني أني نهيت عن تقليم الأظفار يوم الأربعاء؟ قال لم يثبت ذلك عندي يا رسول الله. فقال له أوليس هو قد قيل؟ ثم أنه نفث على موضع البرص منه فاستيقظ وقد شفاه الله تبارك وتعالى. لكن هذا رجل صالح، أما مثلي ومثلك ما نحن أهلا لهذا الشيء. كما ذكروا أن من قلم أظفاره يوم السبت يصاب بمرض الأكلة، وهو داء يأتي يأكل العظم بالتدرج حتى يأكله كله. وكذلك أيضا يوم الأحد والثلاثة. فالخلاصة أنه ينبغي أن لا تكلم أظفارك إلا يوم الاثنين أو الخميس أو الجمعة. وكان الحبيب عدروس بن مرحبه يقلم أظفاره بعد عصر يوم الجمعة، ويقول إن يوم الجمعة يوم مغفرة، وأحب أن تشمل المغفرة أعضائي. وعندما تريد أن تكلم أظفارك فتبدأ باليد اليمنى من الخنصر وتمشي إلى الإبهام، ثم تبدأ اليد اليسرى كذلك من السبابة إلى الخنصر ثم الإبهام. وقال آخرون ينبغي أن تكلم أظفارك على هذا الرمز، كما قاله بعضهم قلموا أظفاركم على السنة والأدب يبناها خوابس يسراها أو خسب. خوابس الخاء رمز للخنصر، وولاء للوسطى، والألف للإبهام، والباء للبنصر، والسين للسبابة. أو خسب أو خبز الهمزة للإبهام، والواو للوسطى، والخاء للخنصر، والباء للبنصر، والسين للسبابة. وهكذا تقريبا أما على الطريقة الأولى أو على هذه الطريقة. كل هذا اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي إذا قلمت أظفارك ألا تقلمها إلا وأنت الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر، لأن كل شيء انفصل من جسمك يعاد لك يوم القيامة. فإذا قلمت أظفارك وعليك جنابة فإنها تطالبك بجنابتها يوم القيامة. فلهذا ينبغي ويستحسن ألا يخرج شيء من جسمك لا شعر ولا ظفر إلا وأنت طاهر من الحدث الأكبر والأصغر. وينبغي أيضا بعد أن تكلمها أن تغسل أطراف أصابعك بالماء، فإنك إذا لم تفعل ذلك وحككت شيئا من جسمك قبل أن تغسل أطرافها ربما تكون متعرض للبرص، لمرض البرص. فإذا غسلتها فبعد ذلك لا يضرك استعملتها في الحك أو غيره. هكذا قال العلماء والمجربون.